الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا الكتاب الفذ الذي تفرد بحل المشكلات والمعضلات جعله الله عز وجل يهدي ويرتقي بالإنسان إلى أسمى الغايات، جعله يرتقي من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الواحد الديان. جعل هذا الإنسان الذي يتخبط في حيرة وقلق واضطراب يعيش في سكينة وطمأنينة وأمان. جعل هذا الإنسان الذي يعيش في صراعات مع ذاته ومع إخوانه يعيش في سلم وأمان وضمان مع أفراد المجتمع. جعل هذا الإنسان الذي يخشى الفقر جعله يعمل ويجد ويجتهد فيحقق هذا الأخير رفاهية في حياته اليومية. جعل آخر أيام هذا الإنسان جعلها أياما سعيدة إن عمل بمقتضى كتاب الله عز وجل، وقد أفلح وعاش في رضوان الله عز وجل في الحياة الباقية. تلكم هي تلك العبر والعظات التي يستخلصها العبد المؤمن من قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ربي سبحانه عز وجل إفكاد أول ربي، إفكاد أوليس، إفكاد القرآن الكريم، إفكاد الكتاب، إفكاد الروح
يجعل ربي سبحانه وتعالى خلقا ذنتا إلى الدستور، ذنتا إلى المرجع، ذنتا يتسافات للبشرية. إن هذا القرآن أولا ربي يقيم يتساوي مع طريق الهداية، يتخلص بني آدم ذكورين من الضلالة أو ذكورين من الغواية. ذا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه اسمه يساع يفاد الثماس قال القرآن الكريم إن يستولي هذا الكتاب نولي المصحفين سنيس هذا الكتاب لا يمسه إلا المطهرون. أولا ربي يقول إذا قلنا في مسن اللي يسدي اللي طاهر يروح أمير المؤمنين اللي ربي فلاس يغتسل يزيد الجوارح يسكبت سقيتر الماء سواء من الطهارة إنوث نولاس الكتاب القرآن الكريم يفتح المصحف يفاد السورة طه، يفاد السورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى إلى آخر الآيات. اتبع أمير المؤمنين يمعاني الآية طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. اتبع يمعاني الآيات ذي يكشمد دين الله عز وجل. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ودي إصدار ربي عز وجل القرآن يوكل تسعون البشرية الشقاوة، وإنما ينزل ربي سبحانه عز وجل القرآن يوكل يليع الطريق الهداية الذي خلص العباد بالضلال بالجهل يسمح خرانيف أن يرى الطريق السوي الطريق الهداية. ذلك جاء أيها الإخوة الكرام القادة للثورة التحريرية اللام أهالي القرآن تكرمنتن أهالي القرآن تكليفنتن مهمة التعليم أهالي العلم والقرآن تشييعا الدراسة. الكولونيل عميروش رحمة الله عليه يجعل على وفد مشايخ وكبار الطلبة أحد القادة الثوريين هذا من الشيعة يتنرتون الزيتونة اللي يستكمل من القراءة وتحفظون في معاني القرآن الكريم في التفسير الناس لأن التفسير الواس يرى تقل سمرث حواج العباد أرى يومين أرى يدعون الناس العباد اللي ربنا الجيد في طريق القرآن في طريق الهداية. ذلك يغني تبيين رب العالمين عز وجل في القرآن العظيم. النبي عليه السلام حينما كان ينزل عليه الوحي صرف الله عز وجل نفر من الجن يستمعون القرآن لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجعل ربي عز وجل يخلق بيد فضل القرآن حتى للجن الشيعيث إله مثل رب العالمين عز وجل روحا اسمح سيسان القرآن الكريم حينما كان يتلى وكان يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى
من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. رب سبحانه عز وجل إلهم مجموعة من الجن، لأن حياة الجن حياة البشر، منهم الشقي، منهم الوضيع، منهم الطاهر، منهم الإنسان التقي النقي والكافر إلى غير ذلك. رب سبحانه عز وجل إلهم طائفة من الجن. وسأل النبي عليه السلام وفتن يقرأ القرآن الكريم أسميت حضرنا الرفس نبهان وإلى سنن السوسمات التزم السكوت، التزم الإنصات عن طريق القلوب النوال وعن طريق السماع عن طريق الأذن النوال. وإن صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه المجلس القرآن الكريم فلما حضروه قالوا أنصتوا. شوفوا يا جماعة الفرق الموجود غير الجن إذ يسمى النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في مجلس القرآن الكريم إلى مجلس هدوء، مجلس إنصات وتدبر وخشوع عن طريق القلوب سهولة والمجلس السماع. نحن نكونين في هذا الزمان أتاخذ العماد وتصنصت نارا وتصنت نارا للقرآن الكريم وتصنت نارا لكتاب الله عز وجل. هذه الجماعة الجن كانت تستمع للقرآن الكريم لكتاب الله عز وجل، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أسمع الإسلام القرآن وأنا الأقوى من سن نذرت قد الناس الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولوا إلى قومهم منذرين. فشسنا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. قد أرسلنا سريع يوم الكتاب يزيد ربي عز وجل بعد التوراة إذ يزيد سيدنا موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. هذه شهادة تاع الجن. ننس هذا القرآن يهدي ربي عز وجل عن طريق الله عز وجل يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. ومن بعد شسنا يا قومنا أجيبوا داعي الله. الناس الجن دعونا القوم السن ناس أغاثر من ربهم السلف أغثر لربي عز وجل ذوين دينا لرسالة القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام. بعد ما إن الإنسان العقيدة ينس ويتشد مباشرة الصلة ينس يرس رب العالمين. لأن العباد أن يعبد الأذكار والأزر والمقام بالمثل سوايا أشار السينية كأخذت عبيدة الحاجة يجي يوكل الغربة الرب العالمين عز وجل. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يسال القرآن إهداد بلادنا إن ياس أجود كان ربهم والضد كان الصليلين الثلاث ربهم ذو كان ربي عز وجل. إصلاح ربهم العقيدة بني آدم يغال الإنسان فصالة ينس الزكاة ينس العبادة ينس الأخلاق ينس جلس العباد السماح ويتصرف على الشحنة كل حاجة أكيد يخدم الحاجة يكير يوذب ربي عز وجل. ميدان الطاعات ميدان الأخلاق صلى العلي والتنصي وينس ورب سبحانه الذي استلهم الأمور به القرآن الكريم. ميدان العمل أن يكشف أمير المؤمنين عمر أن يفيون الإنسان يقيم داخل الجامع داخل مدار دماغ غير الصلاة مصباح حتى العشية. هذه السلسلة يا فلان ماذا تعمل؟ أشوف خدمة
الناس بداو تمونجي، الناس هما يتفلح في اللي يخدم. الناس أخوك أعبد منك. الناس اللي السلطان روح تخدم، روح تنتجر، روح تنفض في أمطار السماوات والأرض. الناس اللي تغمض الجامع يصبح على تنديف. الناس هما كيبيعوا يتساوي الحسنات. أنا أعلم بالليل ربي سبحانه عز وجل ينال عن طريق القرآن الأمة ذي الأمة للعلم، ذي الأمة للعمل، ذي الأمة وإذا قالت سيدي أمة كسلانة أن ترجو كان ينادر لنكهني الأنج، وإنما إذا قال بحث أنخذب أنزل. كذلك هي الاقتصاد، كذلك العلم، كذلك في جميع الأبواب. إذ كان ربي سبحانه عز وجل أوليس يوكل ينأث استخدم، يوكل ينأث نظام أنخدم يس، يوكل النفاق وهذا في الحياة التعيسة، الحياة السعيدة عند السكينة. يوكل الإنسان كذلك أن يفاز وهذا يضيف الناس ربي عز وجل أسماء الزير سفوسيس سقسام الإمام علي اللي كان ربي اللي ربي في الناس واللي كان ربي ودميس سقسام كيباس ناس يا إمام أشارت إليه قول ربي عز وجل إن يسير النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إنها ستكون فتنة. من النبي عليه السلام اللي يسير الزمان اللي هو الهرج المرج اللي انت الفتن. سقسى النبي عليه السلام لناس ما المخرج منها يا رسول الله؟ أشون المخرج ينس يا رسول الله؟ إناس النبي عليه السلام كتاب الله. إناس المخرج للفتن زوال ربي عز وجل فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. أولا ربي ذكس الأخبار الأمم السابقة، ذكس المعجزات الآتية في مختلف العلوم، ذكسارين ألا يحكمن ويقراون وإذا ذكسارين حبل الله المتين، ذكسارين الصراط المستقيم، ذكسارين الذكر الحكيم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار والعمل بأحكامه وزجر نواهيه، إنه نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير. كاين مجموعة تاع الناس طلبوا الدعاء، واحد الزوج ما عندهمش ذرية، سعينا للدريا إن شاء الله ساعة نسافر فرنسا إلى غير ذلك، بس ندعو إن شاء الله الذوي أن يرزق ربي الذرية الطيبة والصالحة. اللهم ارزقهم ذرية طيبة وصالحة يا رب العالمين. اللهم افتح عليهم باب الإنجاب. اللهم يا عزيز يا رحيم، اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء، اللهم ارحمهم يا رب العالمين واعف عنهم وعافهم يا رب العالمين. اللهم ارزقهم ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لنا ولوالدينا إنك نعم المولى ونعم النصير. كيف واحد السيد عنده المرض تاعو درت عملية، اللهم اشفها وعافها، اللهم اشفها وعافها، اللهم اجعل مرضها طهورا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.